حضراتكم الحقيقه حتى الان واحاديث وتوقعات كبيره جدا بانتقال محمد عبد المنعم بعد يمكن ستوري هو نزلها على الانستجرام وصفحته الشخصيه، يعني ان الامور بالنسبه له بتقترب. فين بقى الحديث عن فريق فرنسي موناكو وجالاتا سراي، وان كان النهارده من خلال التقارير في فرنسا قالت ان لا، الكلام ده مش صحيح، ان موناكو مش هيكون واجهه محمد عبد المنعم، فالاقرب بشكل كبير جدا، خصوصا ان في برضه تقارير بتقول ان كان مسؤولي جالاتا سراي كانوا موجودين في ماتش النهائي امام الترجي، بيشوفوا مين، كلموا مين. اعتقد بشكل كبير محمد عبد المنعم هو اللي كان عليه العين. هننتظر والايام بتقترب، خصوصا ان محمد عبد المنعم يعني كلامه وزي ما قلت كده الستوري بتاعته بتقول ان الامور بالنسبه له حسمت بانتقاله لنادي موجود في اوروبا. طيب هناك بعض ايضا اللاعبين اللي موجودين والنادي الاهلي برضو على رادار، يعني على رادار النادي الاهلي. قلنا خبر محمد كوناتيه اللاعب الموجود في الدوري الروسي، واللي ايضا يعني في عده انديه اوروبيه برضو بتتفاوض معاه. اللعيب ده هيكون موجود في مصر خلال ايام مع منتخب بوركينا فاسو، فالتفاوض هل هيكون، طبعا مش هيكون قبل الماتش، يعني اكيد بعد الماتش هيكون فيه يعني كلام مع مسؤولي النادي الاهلي اكثر وضوحا. يعني لما يبقى اللاعب في مصر الامور بتبقى فيها طبعا سرعه وبتبقى مفاوضات قويه وسريعه. انا برضو الامور بالنسبه لي النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي هينتهزوا فرصه وجود اللاعب في القاهره، وبالتالي التفاوض معاه. لاعب مميز وكولر يعني اشاد بيه، في انتظار برضو تخليص بقى الديتيلز او الامور التفاوضيه مع اللاعب، سواء بقى ماديه او اقناع ان يكمل هنا في افريقيا او في الدوري المصري، لان اللاعب برضو عايز يكمل في اوروبا وفي انديه اوروبيه يعني بتتفاوض معاه، فهننتظر برضو مرحله التفاوض هتروح لفين. اما بقى لبعض اللاعبين اللي يمكن خلاص الامور بتقترب من رحيلهم من النادي الاهلي على سبيل البيع او الاعاره، فمثلا الراجل كولر قال لك ما عنديش مشكله ان بيرستاو يمشي، ما عنديش مشكله ان كهربا يمشي لو في عقد ليه، ما عنديش مشكله ان ديانج يمشي. دول 3 لاعبين موجودين بشكل كبير. خلي بالكم بيرستاو جاله عرض رسمي من كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وبالتالي هيبقى فيه تفاوض، ولو في عروض في الخليج في الايام القادمه الراجل ما عندوش مشكله فنيه، هو حاطط عينه على كذا لعيب برضو انت هتبيع من هنا وهيجي لك فلوس غير الفلوس ما شاء الله اللي عند النادي الاهلي اللي جات له من دوري الابطال، من مشاركته في كاس العالم، من مشاركته في الانتركونتيننتال. كل ده فلوس موجوده يقدر النادي الاهلي يعمل فريق تقيل جدا جدا في الايام القادمه. اللعيب الاخر كهربا، وان كان في بعض المفاوضات مع احد الانديه في الخليج، يعني بنتكلم ديانج ايضا احد اللاعبين برضو اللي كان عنده عده عروض في الفتره اللي فاتت من تركيا وايضا انديه في الخليج. راجل ما عندوش مشكله ومدي الضوء الاخضر لاداره التعاقدات وايضا لجنه الكوره ان اللعيبه دول في مكانهم هيتجاب، وانا حاطط عينيا على بعض اللاعبين. طيب وانا بكلمكم دلوقتي الريال جاب الجول الثاني وبالتالي حسم البطوله. فريق كبير، فريق بيعرف يكسب زي ما بقول لكم كده، زيه زي النادي الاهلي. على فكره الجول كارباخال زي الجول بتاع محمد عبد المنعم في الوداد في النهائي ايضا. فالامور بالنسبه للانديه الكبيره اللي بتعرف تكسب البطولات موجوده النهارده اهو امام دورتموند مع الريال، وزي ما شفنا كده الاهلي مع الترجي. طيب ايضا في بعض يعني اللاعبين منهم مدافعين النادي الاهلي برضه حاطط زي ما بقول لكم كده فكره انك بتحاول تجمع انت عايز ايه ومحتاج ايه، واداره التسويق والسكاوتنج في النادي الاهلي
بيجيبوا كل التفاصيل لكولر عشان يشوفها. في لعيب في الدحيل القطري في الدوري القطري من اصول مصريه اسمه يوسف ايمن، مدافع نادي الدحيل، واخد معاهم 2 دوري في 2017 و2023. ولعيب مدافع ولكنه هداف، يعني بيعرف يجيب اجوال وبيعرف يعمل اسيست وبيعرف يمسك كوره ومدافع قوي واصوله مصريه، يعني الراجل اصلا في الاصل مصري، وبالتالي برضه بيقترب بشكل كبير جدا من التواجد في النادي الاهلي، وهناك مفاوضات مع اللاعب. النجم الكبير علي معلول بيوجه رساله بقى للجمهور من خلال يعني طبعا توجيه الشكر عبر الانستجرام، ان هو بيتوجه بالشكر للاداره وللزملاء وايضا الجمهور